اليوم غادي نهضروا على واحد المشروع رياضي مهم في الرباط، هو ملعب البريد الجديد اللي كيتعاود ليه البني دابا في حي أكدال. وهاد الجلسة بغينا نشوفوا هاد الملعب الجديد زعما شنو هو بالضبط وشنو الأهمية ديالو. المقال اللي قرينا عليه كيقول باللي راه كيوجدوه لكأس إفريقيا 2025 وحتى لكأس العالم 2030. إذن أجي نفصلوا هادشي شوية، فين جا بالضبط؟ الموقع ديالو بصح موقع استراتيجي. جا في قلب الرباط، في أكدال، حدا ديك القاعة المعروفة قاعة بن ياسين، يعني سهل توصل ليه. وهاد الموقع مهم بزاف، ماشي غير حيت ساهل الواحد يوصل ليه، ولكن حيت قريب لبزاف ديال المرافق الرياضية الأخرى، يعني يقدر يكون بحال شي مركز تدريب مجموع للمنتخبات، وهادشي كيخلي المنطقة حية، فهمتي؟ ماشي غير نهار يكون الماتش. مزيان، ونهضروا شوية على البني. الأشغال راه بدات في سبتمبر 2024، زعما الملعب القديم مشى وغادي يطلع واحد جديد كليا. والمهم هو أن الشركات اللي مكلفة به شركات مغربية معروفة، TGCC وأنتر تريديم. هذه نقطة مهمة بزاف. ملي كنشوفوا الشركات مغربية قادرة على مشاريع بحال هادي كتبين باللي راها زعما كاين تطور عندنا في الإنشاءات الكبرى. والمقال كيهضر على شي تقنيات بناء بحال ديك الخرسانة المسلحة مسبقة الإجهاد. قالوا هادشي باش يكون صحيح ويقاوم الزلازل وكذا. وهاد التقنية بالذات هي اللي كتخليهم يقدروا يديروا سقف كبير، سقف اللي يغطي المدرجات كاملة، وبلا ما يحتاجوا يديروا دوك العوامد لداخل اللي كيبرقوا على الجمهور. وهذه أهم حاجة في التصاميم الجديدة ديال الملاعب، الرؤية الواضحة. بصح الهيكل ديال السقف كيف ما قلتي بأعمدة كبيرة غير في الجناب باش الوسط يبقى خاوي. ونهضروا على الجمهور والتجهيزات، كاين شي حوايج زوينه بزاف بحال الضوء، نظام LED ذكي كيقتصد الطاقه وكيعطي ضوء موحد مزيان للتصوير ديال التلفازه. تماما، هادشي ديال الضوء مهم بزاف للمعايير الدولية. الفيفا والكاف كيركزوا عليه بزاف، خصوصا في البث التلفزيوني للماتشات الكبيرة. الجودة ديال الصورة كتبدا من الضوء. وكاين المدرجات جوج طبقات وكلها مغطيه، كتهز شي 15,000 واحد. 15,000 كلها مغطية، هذه مزيانة. وكل شي يشوف مزيان. والكرسي حتى هي قال لك بمعايير أوروبية، مريحة وكتطوى وكتصبر للشمس والشتاء. وزيد عليها البلايص ديال الناس اللي عندهم احتياجات خاصة والVIP والصحافة. شتي المهم ماشي هو غير نعددوا هاد المميزات، المهم هو كيفاش هاد الشيء كله متكامل. كاين واحد الحرز باش يجمعوا بين الراحة ديال المتفرج كيف ما كان وبين التكنولوجيا الجديدة. ماشي كماليات، هادي أساسيات دابا. والشكل ديالو التصميم شكون دارو؟ داروا مكتوب هندسة مغربي سميتو كرايون كونسبت. زيان. والمقال كيقول باللي حاولوا يخلطوا بين الحداثة واللمسة المغربية، هوية الرباط زعما. الواجهة ديال برا غادي تكون فيها شي زواق مغربي وشي نظام ديال التهوية طبيعي وحتى الضوء بالليل. وهاد الموازنة بين العصري والتقليدي هي اللي كتعطي للمشروع الروح ديالو. ماشي سهلة في مشروع بحال تيران كورة، ملي كتصدق ليهم كيولي الملعب ماشي غير بناية، كيولي معلمة عندها علاقة بالمدينة بالثقافة ديالها. إذن الهدف من هذا الملعب ماشي غير واحد، غادي يوجدوا فيه المنتخبات للكان والمونديال، وغادي تلعب فيه حتى الفرق المحلية بحال اتحاد توركا، وغادي يقوي البنية التحتية الرياضية ديال العاصمة. زعما شنو الرسالة من هادشي كله؟ الرسالة واضحة، هاد الملعب كيمثل الطموح ديال المغرب، طموح باش تكون عنده بنية تحتية رياضية عالمية، ماشي غير باش نظموا كأس إفريقيا ولا كأس العالم وصافي. لا، هذه رؤية بعيدة، استثمار في الرياضة، في البنية التحتية اللي تبقى وتنافس. خلاصة القول، هاد ملعب البريد جديد كيبان مشروع واعد بصح، موقع واعر، تصميم عصري بتقنيات متطورة، تجهيزات في المستوى، وهوية فيها الأصالة والمعاصرة. هادشي اللي كاين، وهادشي كيخلينا نفكروا في واحد الحاجة أخرى، ياك؟ بعيد على هاد المواصفات التقنية والأهداف اللي باينة دابا، شنو الأثر ديال هاد النوع ديال المشاريع على المدى البعيد؟ زعما كيفاش ممكن هاد الملعب الجديد يأثر على الدراري الصغار اللي كيلعبوا كورة، على تطوير المواهب هنا في الرباط والمناطق اللي حداها؟ سؤال مهم نخليو الناس تفكر فيه.